السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون صحتكم لاباس وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفطائر سائله اولا ما يسمى بالمخنفر. كيجي غزال بزاف، مهوي، ما كيجيش نهائيا مدقس كما موضح معكم في الفيديو. كيجي مجعب، كيجمع ما بين جوج ديال المذاقات، كيجيكم بحال اللي كتاكلوا البغرير والمذاق ديال السفنج. فكنتمنى انكم ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بدون بيض وبدون حليب، وكتجي المذاق زوين حتى النتيجه كيجي هكا خفيف وزوين. وجدوه هكا لضياف الغفله، لا جاو على غفله دغيا كيوجدوه اولا للفطور اولا للكوتي، ان شاء الله يصدق معكم. ندوزو للطريقه والمقادير. بسم الله على بركة الله. هنا في واحد الاناء غادي نحتاج 3 د الكيسان. ما درتهمش عامرين، يمكن لكم تعمروا الكاس واستعملوا اي قياس عندكم في الكاس، غير الكاس اللي غادي توزنوا به الدقيق والفينو، وبقاو غاديين كتوزنوا به حتى الماء. احتفظوا بنفس القياس ديال الكاس سواء كان عنبه او لا اي كاس عندكم. هنا درت 3 د الكيسان ديال الفينو ما عامرينش، يمكن لكم تعمروا الكاس. درت 2 كيسان ونص ديال الدقيق اللي هو الفرص رطب، ملعقه كبيره تكون عامره ديال السكر، واحد الملعقه كبيره تكون عامره ديال الخميره، حبيبات ديال الخبز. انا ما بقاتش ليا، ما جاتنيش ديك الملعقه عامره ديال الخميره لان الحل بارد، فكملت بواحد شويه ديال الخميره معجونه. المهم نتوما غادي ديروا ملعقه تكون كبيره عامره ديال سواء عندكم الخميره حبيبات او لا المعجونه، ان الحل بارد بحر باش تحصلوا على نتيجه زوينه. درت ملعقه صغيره عامره ديال الملحه، واحد 3 د المعالق ديال الزيت. الدور ديال الزيت كيخلي هاد الفطائر كيجيو خفافين بزاف، وحتى احتفظتوا بهم في المجمد وكتخرجوهم كتسخنوهم كيبقاو هكا خفاف. ملعقه صغيره عامره ديال الخل، استعملت هنا الخل الابيض. الخل كيساعد ان مع داك الخميره كيتفاعل وكيجي هكا مهوي هاد الفطائر. نتوما اللي ما عندكمش الخل بلاش، الا عندكم الخل من الاحسن ديروا واحد المعلقه صغيره. هنا غادي نبدا نضيف في الماء، درت الكاس الاول ديال الماء. هاد الخطوه مهمه بزاف ديال الماء ما خصوش يكون بارد وما خصوش يكون دافي. ما خصوش يكون دافي ديك ما يكونش دافي غادي السخونيه، يكون دافي وبحال دافي وبارد، دافي وغادي للبروده. بحال ما تردوا الماء يسخن خليوه غير يتحيد منه ديك البروده د الماء وصافي، ما يبقاش هكا تيوصل يولي دافي بزاف سخون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، تكون ديك الدفاوه ديالو بارده ماشي سخونه، باش هكا ما تقطعش ليكم العجينه. اما الا درتو الماء دافي غادي تقطع ليكم العجينه، ومهم ما كيجيش المخنفر بحال هكا الا كان العجينه ما كتقطعش. هنا غادي نضيف 2 خمارات ديال الحلوى ما يعادل 16 غرام، كل وحده كتكون فيها 8 غرام. بالنسبه للماء احتاجيت 4 د الكيسان ونص ديال الماء. انا استعملت الكاس الرابع، ومن بعد غادي نضيف نص كاس واحد اخر. القوام ديال العجينه كما موضح في الفيديو، ما خصهاش تكون ثقيله بزاف وما خصهاش تكون خفيفه، تكون بحال القوام ديال البغرير اولا تقل شويه ديال البغرير، يكون مهم ثقيل شي شويه على القوام اللي كنديرو البغرير. انا ضفت هاد نص كاس، غادي نضيفو تدريجيا. صافي كملت الماء، 4 د الكيسان ونص ديال الماء. صافي نتوما كتلاحظوا القوام ديالو كي خصو يكون، كيجي بحال شي صوبه، كيجي هكا ثقيل وما خفيفش بزاف وما ثقيلش عاوتاني بزاف، كيجي خاتر بحال البصاره بحال هكا كيجي. المهم الفيديو كيكون موضح اكثر. صافي غادي نكمل اولا كملت المراحل، ودابا غادي ندوز نطحنو. ضروري تطحنوه مزيان. انا استعملت هنا غادي نستعمل غير الهاشوار، نتوما استعملوا الطحان الكهربائي اللي كديروا فيه العصير. وغادي نطحنو، ضروري تخليوه يتطحن واحد دقيقه، ما بين دقيقه حتى 2 دقائق، باش هكا كيولي القوام ديالو ليس، كيولي رطب مزيان وكيطلق الكشكوشه ديالو.
كيطلق واحد الفقيعات، تما غادي تعرفوا ان شاء الله غادي ينجح معاكم. صافي كنبقى نطحن وكنريح الماكينه واحد شويه، كنبقى هكا مستمره. لكم الاختيار ما بين دقيقه وواحد شويه حتى 2 دقائق. كل ما طحنتوه كل ما كتحصلوا على نتيجه زوينه. انا صافي غادي نردو في نفس الاناء اللي خلطت باش غادي نخليه كيخمر. كنأكد عليكم البنات باش يصدق معاكم ضروري الماء ما يكونش سخون. الا كان الماء يكون دافي اولا سخون اولا غادي السخونه ديك الدفاوه غادي السخونيه غادي تبقى تقطع لكم العجينه. الماء خصو يكون دافي غادي البروده. غير كنأكد عليكم هذه بحال باش تصدق معكم ان شاء الله هاد الفطائر. صافي غادي نغطيها هكا بالسلوفان، وكان الحال بارد بزاف وكنت مزروبه في هذا الاناء. كنت كنطيب الخبز، ومن بعد ما كملت الخبز دخلت هذا الاناء، طفيت الفران ودخلت في وسط الفران باش هكا دغيا خمر وتفاعلت ديك الخميره. انتما كتلاحظوا القوام ديال ديك الخليط ولا هكا ثقيل ومكشكش. كيتقال لان الفينو كيزيد يشرب الماء اولا كيتقل داير بحال تقريبا هو بحال السميده. الفينو ملي كتخليوه كيرتاح في الماء فكيزيد داك القوام ديالو كيتقل. قربت الكاميرا، نتوما كتلاحظوا كيجيو فيه واحد الفقيعات بزاف وكيجي ثقيل. صافي كيخمر وما كيتقطع ما حتى شي حاجه. هنا غادي ندوزو للطياب. غادي نقبط واحد المقله فيها 14 سنتيم. غادي نرشها كيف ما كتلاحظوا كنستعمل غير الشيته. كنرشها بواحد شويه ديال الزيت. غادي نضيف، ما ديروش الشيته ديالكم مباشره في المقله غادي تحرق ليكم، غير من الفوق هكا بقاو ترشوا. رشيت واحد القطيره د الزيت. درت هنا عندي المغرف صغيره فدرت واحد 2 المغرف. الا عندكم مغرف كبيره غادي ديروا غير مغرف وحده. عندكم تحاولوا ديروه غليظ بزاف لان مازال كيتنفخ. درت واحد 2 مغارف رديتهم على عافيه تكون مهيله كطيب. طيبت على عافيه مهيله، غير كنشوفها تجمعت مع الجناب وكتحسوا بها كتحمرت. كتقلبوها وهي مازال خضراء على وجهها بحال باش هكا يصدق معاكم، ما تخليوهاش تتنشف. صافي وهي كطيب كيجيو واعرين بزاف الشكل ديالهم. كيجي زوين هذا المخنفر، كيجي مهوي وضروري يطيب على عافيه تكون مهيله. مهلوا البوطه اولا مهلوا العافيه خليوها مهيله. غادي نقبط المقله، غادي نرشها بواحد شويه ديال الزيت. غادي نضيف الخليط واحد 2 مغارف لان عندي المغرف صغيره. وغادي من نحس بها طابت وتجمعت مع الجناب غادي نرش عليها واحد شويه الزيت على وجهها وكنقلبها. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل هاد الكميه كامله. بالنسبه للكميه ديال 3 الكيسان اللي ما عمريش ديال الفينو 2 كيسان ديال الدقيق ونص عطاتني 9 ديال الحبات ديال المخنفر. صافي كنبقى مستمره. ضروري البنات تكون العافيه مهيله هكا على وجهها وعلى من التحت هكا بحال باش كياخد واحد اللون ذهبي وكيطيب من الداخل ما كيبقاش معجن. ومن نجيو نقلبوها نخلي تكون الوجه ديالها مازال خضر ونقلبوها ما تخليوهاش تنشف. صافي وكيكون الشكل هو هذا. بالنسبه يمكن لكم ترافقوا الا كتبغيو بالزيت العود زيت الزيتون. هنا رافقته بالزبده، واحد الملعقه كبيره الزبده ذوبتها مع واحد الكميه ديال العسل. ومن بعد دهنت هاد المخنفر او هاد الفطائر على وجههم، اولا يمكن لكم تغمسوهم مزيان بالعسل والزبده، نتوما ليكم الاختيار. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وتوجدوهم لوليداتكم اولا لريوسكم اولا ان شاء الله للضياف. وكيجيو هكا ساهلين ودغيا كيوجدوا. بالنسبه الا بغيتيهم دغيا يخمروا ليك غير صوبيهم وسخني الفران واللي طفيه ودخلي الاناء ديالك يكون ديال الزاج ما يكونش دميكه باش ما يتحرقش. ودغيا كتفاعل ديك الخميره وكيخمروا وكتوجدوهم بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاخذوا فكره ولو تكون بسيطه تعجبكم. خليتكم في رعايه الرحمن. تهلاو في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.